100 100 يا احمد يا احمد يا صلاح. اهو احمد صلاح طالع وضارب وكده حائط صد مشروخ، ونقطه للنادي الاهلي وزاد الفارق 3 نقاط. الاهلي 12 الزمالك 9، واحمد سعيد ما زال على الارسال. هارد لك يا احمد، معلش معلش. 10 الزمالك 12 الاهلي. نخلي بالنا من الكرات اللي جايه، ال10 نقاط اللي جايه دي لازم نفرق، يكون فارق لصالحنا، صالح النادي الاهلي، عشان نقدر ناخد الشوط ده وناخد البطوله ونخلص من المباراه ونفوز بكاس السوبر الاولى في تاريخ الاهلي اللي هيتم اضافتها ان شاء الله لدولاب النادي الاهلي صاحب البطولات القاريه والعالميه والمحليه. ضربه ساحقه بورس احمد صلاح برضه، الحكم بص له وممكن يديله انذار. بلاش يا احمد، بص هو بيتكلم مع الحكم، شدت الشبكه ملهاش لازمه. هو نازل شد الشبكه. $11 الزمالك اهو في حوار كده، اهو الحكم اداله يعني كده وقال له خلاص. الارسال مع نادي الزمالك 11 الزمالك 12 الاهلي. مباراه القمه في كاس السوبر الاولى في تاريخ الكره الطايره، وخطا على نادي الزمالك. 12 الزمالك. على الارسال محمد عادل دوله. متفائل بيك يا ابو حميد، يلا محمد. ارسال من اعلى، استقبال كده، اعداد زملكاوي. محمد صلاح ولكن خارج الملعب، ونقطه للنادي الزمالك. في تغيير اعتقد لنادي الزمالك. رشاد شبلي نازل اهو رقم 9 مكان محمد المهدي. رقم 6 سنتر بلوك نادي الزمالك رشاد شبلي، كان بيلعب في طلائع الجيش واتنقل لنادي الزمالك. رضا هيكل على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال ومحاوله مره ثانيه سريع من احمد سعيد، ولكن في خطا على احمد سعيد. طلع. نقطه 4 من النادي الاهلي. ارسال استقبال زملكاوي واعداد ومحاوله وملعب النادي الاهلي، ونقطه لنادي الزمالك. عبد الله عبد السلام بيعتذر، بيقول ان هي دي كانت المفروض انا اجيبها، وعمل بايده كده للزمالك، رفع يعني اهو امام حضرتك الكوره اهي، شايط لعبه وجت في ايد حاجه، لا جت في ايد عبد الله في حاطط الصد وخرجت، وهو من اخلاقه وذوقه رفع ايده للحكم الاول بيقول له انا جت في ايدي انا. نادي هيئه قناه السويس بصاله بالاسماعيليه، وانتهى الوقت المستقطع لطلبه الكابتن احمد عاشور. طبعا هذا اللقاء يعتبر بروفه قويه للنادي الاهلي استعدادا للبطوله العربيه اللي هتبدا يوم السبت ان شاء الله، مع مجموعته الاهلي. هتبقى الاهلي والنصر البحريني وكازما الكويتي والميناء اليمني، وهيلعب الاهلي يوم الاثنين يوم 20 مع النصر البحريني الساعه 4، وهيلعب الثلاث مع كازما الكويتي الساعه 4، وهيلعب يوم الخميس مع الميناء البحريني اليمني والساعه 4 برضه. وتقدم النادي الاهلي 21-20، وهذه احضان ما بين محمد مصلحي وما بين احمد سعيد واحمد صلاح. احمد سعيد اهو طالع وضارب الكوره وجايب النقطه 21، ويتقدم النادي الاهلي اهو احضان اهي زي ما قلت لحضراتكم كده، بيشجع اللاعب اهو، وجالهم احمد سعيد واحمد صلاح انضم لهم بالاحضان يا اهلاويه. نقطه ومن اول السطر 21-14 نادي الزمالك، محاوله كده ونقطه لنادي الزمالك. النقطه 15 تاتش بلوك على النادي الاهلي اهي، طالع اهي كوره، وطالع رشاد من مركز 3 وضارب سريع. رشاد شيب
وجت نقطه للنادي الاهلي. احمد صلاح بيقول لهم معلش مش مشكله هنعوضها اهو، واهي ونقطه خارج الملعب يا سيلفر توري المحترف الايطالي. والنقطه رقم 16 21 الاهلي 16 للزمالك. رشاد شبل على الارسال اللي نزل كده مكان محمد المهدي في نادي الزمالك. واستقبال جارسيا، اعداد ومحاوله ونقطه من احمد سعيد يا ولد. اكتر عدد نقاط سجلها هذا الشوط احمد سعيد. ضربه ساحقه من مركز 4 اهي، لا احسن ولا اروع ولا افضل من كده بالمقاس زي الكتاب ما بيقول. والنقطه 22 وثلاث نقاط، وينهي الاهلي الشوط الثالث وبطوله كاس السوبر لصالح النادي الاهلي ان شاء الله، وانضاف الكاس السوبر لدولاب بطولات النادي الاهلي. ضربه ساحقه واستقبال ومحاوله احمد صلاح واهو محاوله مره ثانيه على الارسال وحائط صد جميل محمد عادل دوله وعبد الله عبد السلام. والنقطه 23 للنادي الاهلي اهي امام حضراتكم. النقطه 24 اهي جت في ايد لاعب ونقطه للنادي الاهلي. التقدم للنادي الاهلي 23 الاهلي 16 الزمالك. والارسال مع عبد الرحمن سعودي. استقبال النادي الزمالك ومحاوله عبد الله عبد السلام يا ولد يا عبد الله 24 16 عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر يا ولد يا كابتن الفريق. تسلم ايدك يا عبد الله. بص اهو طالع وضارب وفين في معتل. 24 16 نقطه وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء. فرحه العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي اهو امام حضراتكم. ارسال استقبال كده ومحاوله من نادي الزمالك وينتهي هذا اللقاء لصالح النادي الاهلي. حائط صد والنقطه 25 15 للنادي الاهلي 16. ويفوز النادي الاهلي بالمباراه وكاس السوبر الاولى. وفرحه عارمه والف مبروك للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب صائد البطولات مع فرقه الرياضيه الطايره والسله واليد. ودايما كده دايما نكون فرحانين في النادي الاهلي بالبطولات وكاس السوبر المصريه. وهذه التحيه بعد اللقاء. طبعا اللعيبه كلهم اصحاب بره الملعب وداخل الملعب، تحيات كده وبيصافحوا بعض بعد اللقاء.